عزيزي المشجع الجميل، الأهلي يفوز على مودرن سبورت 2-1 في مباراة متوسطة الأداء. خليني الأول أكلمك على الإيجابيات من الماتش ده قبل ما نخش على السلبيات اللي هي بالمناسبة أنا شايفها كبيرة حبتين ثلاثة، خاصة إن أنت عندك ماتش مهم جدا اللي هو ماتش بيراميدز يوم الاثنين الجاي. هو ماتش حاسم وفاصل في الدوري، ماتش العودة اللي هيحل لك كل الأمور دي وهيريحك تماما في المباريات اللي بعد كده. أولا الإيجابيات اللي بكلمك عليها ان انت النهارده بتحقق الفوز ال 14 على التوالي قدام فرقه تقريبا اخر 7 ماتشات او اخر 8 ماتشات هي كسبانه منهم 6 مباريات، فده رقم حلو قدام فريق محترم. مودرن النهارده كان بيلعب بتوازن كبير جدا، وقدر الكابتن طلعت يحجم مفاتيح لعب النادي الاهلي خاصه في الشوط الاول، وهجيلك في الشوط الاول وهجيلك على السلبيات. اما بقى الميزه اللي برضو كويسه بعد الفوز وبعد ال3 نقاط وبعد اقترابك للقمه بشكل كبير جدا، وايضا امام عاشور اللي بيسجل هدف وبيرفع رصيد اهدافه مع النادي الاهلي ومساهماته في التهديف، وقفشه النهارده اللي عمل جيم هايل بالمناسبه. دي كلها حاجات حلوه جدا. لكن بقى عندي السلبيات، واول حاجه هقولها الشناوي حارس عظيم، الشناوي وحش افريقيا، الشناوي قائد للنادي الاهلي، بس ايه المشكله لو مش في مستواه ما لعبوش؟ ايه المشكله ان هو يقعد دكه لو هو مش في مستواه ومش الطبيعي بتاعه؟ انت متخيل ان اخر 3 ماتشات للشناوي بيخش فيه 4 اهداف من 4 تسديدات عليه؟ ده رقم خزعبلي ورقم مرعب جدا للشناوي. خد بالك انت كده بتخسره وبيخسر نفسه. ليه؟ لان هو سمعنا انه كان له عروض ومش عارف ايه، وكان في انديه بتفاوضه، وبالفعل الانديه دي اتراجعت عن التفاوض بسبب تراجع ادائه. فانت بالطريقه دي عشان تحافظ عليه تقعده، مش مشكله. ايه المشكله؟ ان هو يقعد ويلعب مكانه البديل اللي هو مستواه عالي وهو شوبير، مش عيب خالص ولا فيها اي حاجه. دي نقطه. لان النهارده الهدف اللي جه اي نعم هجيلك في حته الدفاع وخط الوسط وعدم الضغط على اللعب، بس عدم تمركز ورد فعل بطيء جدا من محمد الشناوي على الكره اللي كانت باينه ان هي سهله جدا جدا، ولكن بتخش في الشناوي اللي المفروض هو وحش افريقيا، المفروض ان هو جون كبير. اما النقطه السيئه الثانيه وهي خط الدفاع. احنا لحد امتى قلب الدفاع بتاعنا هيفضل بالبطء ده، هيفضل بعدم التركيز ده، هيفضل يعني بصراحه بالشغل اللي يزعل؟ مش عاوز اقول كلمه اكتر من كده، يزعل قوي قوي قوي. وعيب يعني الجون اللي دخل في النادي الاهلي ده، مش هقول لك بقى ان هو عدم تمركز، سوء توفيق، ايا كان الكلام اللي هو الايه الحلو الجميل ده اللي احنا ممكن نزين بيه الامور. لا خالص. الجون اللي دخل ده عيب على مدافعين النادي الاهلي لما يكون لاعب اي نعم وعمل جهد وعمل شغل فردي حلو، بس عيب لما يخش على 4 لعيبه من اول اكرم وخالد عبد الفتاح لحد ما يخش على عبد المنعم ويخش على ربيعه اللي مش عارف يضغط خالص، لحد الشناوي اللي مش عارف يتمركز كويس ومش عارف يصد الكره اللي هي بطيئه بالمناسبه. دي عيب. انتوا اللعيبه دوليه، 4-5 لعيبه دوليه بيلعبوا في منتخب مصر، ازاي جون زي ده يخش في النادي الاهلي؟ حرفيا عيب، وجون بصراحه يحرق الدم في ظل ان انت في الاول كنت بتلعب كويس، كنت عامل جيم حلو. انت متخيل ان الشوط الاول النادي الاهلي عمل 10 محاولات على المرمى يسجل هدف، اما مودرن فيوتشر فعمل محاوله او محاولتين بس، في واحده منهم طلع التسلل اللي طلع عليها الشناوي بصراحه ولعبها حلو، كانت تغطيه في الوقت المناسب ولكن اتحسب التسلل. لو حسبنا المحاولات على المرمى من قبل مودرن سبورت النهارده هتلاقي محاوله واحده بهدف، وده شيء يعني مرعب جدا على خط دفاع النادي الاهلي وشيء مقلق جدا. وده يدعو لاداره النادي الاهلي انها بسرعه يا جماعه لازم نلحق نتعاقد مع لاعب مدافع يكون افضل من الموجودين. احنا بصراحه بنعاني كتير. اي نعم عبد المنعم حلو وجميل وكويس وكل حاجه، بس مستواه متراجع. ربيعه اللي حبه فوق وحبه تحت وتذبذب رهيب. طب ياسر ابراهيم اللي بيروح ويجي بعد الاصابه برضه اداؤه مش مستقر. فاذا انت خط الدفاع بتاعك عليه علامات استفهام كبيره، وبصراحه مزعج ومقلق جدا عدم التركيز في خط الدفاع. انت بيخش فيك اهداف ملهاش اي لازمه في ظل ان انت الشوط الاول مسيطر مهيمن عامل جيم حلو، بالرغم من ان الدفاع بتاع نادي مودرن فيوتشر وعامل تكتلات دفاعيه بشكل كويس جدا، قدر فعلا ان هو يعني يقلل من خطوره لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وخاصه اسامه ابو علي وامام عاشور. لكن الحريه كانت اكتر عند قفشه اللي لعب بشكل كويس وايجابي جدا جدا، اللي خلى واستغل استغلال امثل لمودرن فيوتشر
فيوتشر ولاعيبتها، او مودرن سبورت عفوا، كل شويه بقول مودرن فيوتشر، مش عارف لسه بتعود على الاسم، مودرن وخلاص مش مشكله. خلى اللعيبه بتاعتها واستغل ان هم لعيبه الدفاع مركزين اكتر مع امام عاشور، وقدر ان هو يخش بكوره والثانيه، وقدر فعلا في الدقيقه 8 يسجل هدف رائع جدا. ولكن الحكم بيلغي الهدف بداعي الفاول على اسامه ابو علي، اللي بصراحه انا مش فاهم هي فاول من اي ناحيه، هي فاول من اي جنب، انا مش فاهمها. اللاعب لعب الكره الاول وسبق الكره وعمل اللي عليه وزياده، اي تاكلينج اي حاجه بعدها، اي التحام بعد ما هو لعب الكره، ده امر طبيعي في ظل يعني الزحمه اللعيبه كانت عاملاها والساندوتش اللي هم كانوا عاملين فيه. ولكن محمد عادل النهارده بيحسب خطا، انا مش شايف حتى لما الفار رجع له برضه الفار اكد عليه. برضو بصراحه انا زعلان جدا على الجون الحلو بتاع قفشه ده، والجون اللي يعني فيه شك كبير قوي ان الكره مش فاول عند الحكم، ولكن الحكم بيلغيها بداعي الفاول يعني. واستمر ضغط الاهلي واستمر سيطره الاهلي، ولكن دون جدوى. مش عارف انا ليه دايما في حته قلب الهجوم النهارده بالذات اتلقيت لخفنه ما بين طاهر وما بين اسامه ابو علي بشكل كبير جدا. طاهر النهارده كان بيخش الحت له كورتين يا راجل جايين على دماغه بالسنتي، ولكن مش عارف يلعب بالراس. طب ايه يا عم طاهر، طب ما تسيب بقى وسام. ولكن في حته كده كانت ملعبكه، اللي هو وسام يروح على البعيده الكره تلعب على القريبه لطاهر، وسام يجي على القريبه الكره تلعب على البعيده لطاهر. طب يا جدعان هو يعمل ايه؟ ما هو لازم يكون في تفاهم، وخاصه مع خالد عبد الفتاح اللي كانت عرضياته الى حد ما كويسه، بس كانت بتروح لطاهر وفي الاخر طبعا ما بيعملش حاجه. فلازم يكون في انسجام اكتر واللعب والتركيز اكتر في العرضيات لاسامه ابو علي اللي هو اصلا دي بتاعته وحتته. لكن طاهر مفيش. طاهر النهارده جات له كورتين بالراس، يعني اسوأ ما يكون في الشوط الاول. اداؤه برده الى حد ما كانش ظاهر. حسين الشحات تحس ان هو خلاص فضى مكن، اللي هو الماتش بتاع بيراميدز عمل فيه كل حاجه وجاب اخره. لكن النهارده سامحوني يا رجاله بقى انا مش هلعب. طب ايه يا عم، طب هنفضل ماتش وماتش يا جماعه؟ الامور والتذبذب الكبير ده، خاصه ان انت بتلعب قدام فرقه زي النهارده، فرقه زي مودرن، يعني هي فرقه زي ما بقول لك في 7 مباريات سابقه كسبت 6، النهارده هزيمه اولى ليها تقريبا من 6-7 مطوشه. فاذا هو فريق محترم، فريق بيلعب كوره كويسه، فريق بيهاجم، فريق خد بالك خط الدفاع بتاعه اقل، دخل فيه اقل من النادي الاهلي اهداف، فاذا هو اقوى منك في خط الدفاع. فاذا فريق محترم بالشكل ده، انزل مركز اكتر، انزل مسيطر اكتر. قال للاهلي بعد ما الجون دخل في الدقيقه 25 بدا الاهلي واللعيبه انها تروح وتلعب وتهاجم بشراسه، بس كان في صربعه وعصبيه ونرفزه ملهاش اي مبرر، انا مش فاهمها. يعني ايه يا جدعان، نهدى شويه نركز اكتر. ولكن كان في سوء تفاهم ايضا في حته الهجوم، وزي ما قلت لك ما بين العرضيات وما بين وسام ابو علي، وما كانش في تقديم على وسام ابو علي بشكل كبير، لان عندك الاجنحه النهارده طاهر والشحات كانوا خارج نطاق الخدمه تماما، مفيش غير ان هو بيحركهم كان قفشه. وحتى قفشه عمل كوره حلوه قوي في الدقيقه 17 تقريبا ليه امام عاشور، المفروض بقى امام ردها له يا امام التو، هو عمل لك الوان وفضى مساحه لنفسه بطريقه حلوه جدا، العبها له بقى، عدلته يا امام، عدلته. لا امام يلعبها لك بوش رجله كده، عاوز يعملها زي ابو تريكه او وش رجله. طب ليه يا عم امام؟ مش ناقصه الفزلكه. ولكن بعد كده استمر ضغط النادي الاهلي الى ان جاءت الضربه الحره الثابته للنادي الاهلي، وقدر يلعبها محمد مجدي قفشه عرضيه حلوه قوي وجون رائع قوي 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 من امام عاشور اللي استغلها بشكل كويس جدا وتقدم على المدافع وحطها في الضيقه، هدف ولا اروع براس امام عاشور عشان خاطر يعني يسجل او يرفع رصيده من المساهمه في الاهداف مع النادي الاهلي بشكل كبير. وبيثبت حتى رغم ان هو كان بعيد عن مستواه الماتش اللي فات قدام بيراميدز، وايضا الماتش ده اعتبره 50-50، ما هواش برده يعني بالاداء المرجو والاداء المطلوب منه، ولكن النهارده بيقدر يحرز هدف. واخيرا لما خرجنا من الشوط الاول مارسيل كولر اقتنع اخيرا ان امام وقفشه يقدروا يلعبوا مع بعض عادي، وقفشه مش مضطر ان هو يقعد دك. بس هنا عندك تركايه بعد الشوط الاول ما انتهى افهمها، ان طبعا لما جيت على الورق في البدايه قلت بوجود اكرم تمام مفيش مشكله، بقاله كتير موجود وفي خط الوسط وعامل اداء، بس لما جيت تقرا الجيم لا، مع امام وقفشه الاثنين مع بعض في نص الملعب ادام انت لعبت بيهم، لا لازم يكون معاك خط وسط، يا اما مروان يا اما اليو ديانج. بالظبط اليو ديانج حتى لما نزل قدر فعلا ان هو يسيطر الحته دي، قدر ان هو بعد حتى خروج قفشه، ولكن السيطره الهجوميه او يعني الشكل الهجومي بتاعك اتاثر شويه، ولكن خط الوسط حصل توازن كبير جدا، خاصه الهجمات المرتده اللي عليك ما كانتش بتشكل خطوره كبيره بعد
نزول اليو ديانج وخروج محمد مجدي قفشه، عشان بعد كده يجي مارسيل كولر في الدقيقه 61 ويسحب الاجنحه فعلا زي ما قلت لك اللي هم المفروض يساعدوا وسام علي بشكل كبير، ويسحبهم الاثنين الشحات وطاهر، وينزل بيرسي تاو ورضا سليم، عشان مع اول لعبه ضربه ركنيه للنادي الاهلي عرضيه من رضا سليم بيقدر يسجلها بيرسي تاو اللي كان غير مراقب تماما معلوش رقابه، حطها بشكل حلو جدا، وطن الكره حتى يعني ولا عمل جامب ولا اي حاجه عشان يتقدم النادي الاهلي على فيوتشر او على مودرن يعني، ويسير الامور بشكل كبير جدا، ويحاولوا بخبره لعيبه النادي الاهلي ان هم يخرجوا ويسيروا الماتش تماما. قفلوا بشكل كبير جدا على نادي مودرن بشكل كبير، وعشان يخرج النادي الاهلي متقدم 2-1 في مباراه كانت الى حد ما مش قويه، مش حلوه جدا على المستوى الفني ومستوى الاداء للنادي الاهلي، ولكن على مستوى النتيجه انت الحمد لله خرجت بالثلاث نقط المهمين جدا عشان بقى خلاص يعني تفضل لمباراه بيراميدز يوم الاثنين، مباراه العوده اللي هيكون عليها عبء كبير جدا. انت مطالب منك التعادل او المكسب هيريحك كتير وهيدي احساس بالاحباط لفريق بيراميدز اكتر واكتر، وده المطلوب اثباته، ان انت بس مش مكسبك قدام بيراميدز ان انت تكسب بيراميدز و3 بونت ومش عارف ايه وهو كمان يخسر 3 بونت وتريح وتفرق، لا انت كمان هتصدر له حاله من الاحباط عنده بشكل كبير جدا، عشان حتى المباريات القادمه بالنسبه لبيراميدز يلعبها بشكل او اداء اقل شويه، خاصه انه خلاص بعد ما ضمن المركز الثاني بعد يعني بعد الزمالك والفرق الباقيه عن المنافسه بشكل كبير جدا، وانفراد بيراميدز مع النادي الاهلي بالصداره، والنادي الاهلي فاضل له مباراه مؤجله اذا فاز بيها ان شاء الله هيتقدم على بيراميدز، ولو فاز مع بيراميدز ضد بيراميدز كمان يوم الاثنين هيفرق اكتر واكتر واكتر. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى ان مارسيل كولر يعني يريح الشناوي شويه، يريح الشناوي حفاظا على الشناوي. بصراحه هو بيحبه وبيدعمه في المؤتمر الصحفي، بيتكلم عنه بشكل كويس جدا في كل المؤتمرات يعني، ولكن الدعم يعني ما يبقاش جامد قوي كده عشان خاطر ما يتحولش لظلم. انت عندك لاعب النهارده اداؤه مش افضل حاجه، فبالتالي تريحه هو حفاظا عليه عشان حتى الناس ما تشوفوش وهو اداؤه بالشكل ده. بقول لك في اخر 3 ماتشات الشناوي بيخش فيه 4 اهداف من 4 تسديدات، ده شيء ما كانش بيحصل قدام الشناوي، ما شفناهوش من فترات طويله. ولكن برضو في نقطه تانية اتمنى اداره النادي الاهلي انها تحسب امور خروج اليو ديانج من النادي الاهلي. خروج اليو ديانج في الوقت ده خاصه انت داخل عليك موسم هيكون موسم يعني مشحون بالبطولات، وعندك يعني بطولات مهمه جدا جدا جدا، سواء السوبر الافريقي او حتى الدوري الافريقي الجديد او دوري الابطال او كاس العالم، فعندك يعني تخمه من المباريات والبطولات الموسم اللي جاي. فاتمنى ان هم يغيروا رايهم في حته اليو ديانج، لان انت ما عندكش من بعد خروج حمدي فتحي انت ما عندكش حد يقوم بالحته دي قوي، ورقم 8 اللي بيلعبوا كويس جدا. اي نعم انت معاك امام، بس في الحته الدفاعيه اليو ديانج افضل وبيتقدم بشكل كويس ورجليه تقيله وبيقدر يصنع الفارق بشكل كبير جدا، وحلو برده منه انه بيعرف يقف على الكوره بشكل افضل وبيستخلص الكوره بشكل قوي ومناسب. دي كلها مزايا اليو ديانج. اتمنى ان اداره النادي الاهلي تراجع نفسها في النقطه دي. طبعا ما تنساش يا صديقي في نهايه الفيديو تقول لي رايك في التعليقات، تعمل لايك وشير للفيديو لو مش تابعنا. ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.